بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنعمل طريقة البيتزا باللحمة. قبل كده عملتها بالتونة. ده شكل البيتزا بتاعتنا، طريقتها سهلة وبسيطة قوي. مقادير العجينة هكتبها تحت الفيديو في الوصف. طعمها جميل، جربوه ان شاء الله هيعجبكم. وتعالوا نروح نشوف الطريقة. اول حاجة الحشو عبارة عن ربع كيلو لحمة مفرومة متعصجة، عندنا 3 حبات من الفلفل متقطع صغير، وعندنا حبتين بصل متقطع مفروم بالشكل ده، وعندنا حبتين طماطم متقطع قطع صغيرة، وعندنا جبنة موتزاريلا. اول حاجة هنعملها هنفرد الدقيق وهنجيب العجينة دي انا هكتب الطريقة تحت الفيديو في الوصف، وطريقتها سهلة جدا وبتكون طرية بالشكل ده. وهنا شكلها بعد ما خمرت. بعد كده بنجيب نص العجينة ونبتدي نفردها في الدقيق بالشكل ده كده، وهنبدأ نفرد العجينة. والعجينة دي فيها زعتر، الحاجة الغامقة دي اللي موجودة في العجينة ده زعتر ناشف، عشان ما تفكروش ان اي حاجة تانية، ده زعتر ناشف بيدي طعم حلو قوي في العجينة وفي البيتزا. وبعد ما فردنا العجينة بنجيب صينية بندهنها زيت ونبتدي نحط فيها العجينة بالشكل ده كده، وده الزعتر الناشف. وبعد كده بنجيب صلصة الطماطم او الكاتشب، ده الكاتشب ده بيتي وطريقته موجودة على قناتي في اليوتيوب، ممكن تشوفي الطريقة سهلة وبسيطة قوي. بنحط الكاتشب او صلصة الطماطم، وبعد كده بنبتدي نحط البصل بالشكل ده، نبتدي نحط الفلفل الرومي. وطريقة العجينة اللي انا عملتها دي بتكفي بيتزتين، الطريقة اللي انا هكتبها تحت الفيديو بتكفي بيتزتين. نبتدي نفرد نحط قطع من الطماطم، نحطها بالشكل ده كده، بنضغط عليها كويس قوي كده الحشو كله. وبعد كده نبتدي نحط اللحمة المفرومة المتعصجة وبنضغط عليها كده. وبعد كده بندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة. ومش هنحط الجبنة دلوقتي، وهنشوف بقية الطريقة بس بعد الفاصل. علشان تضمني وصول اشعارات ليكي بكل الفيديوهات اللي بعملها بعد الضغط على كلمة اشتراك، فعلي الاشعارات عن طريق الضغط على علامة الجرس، هتظهر لك رسالة علمي عليها ودوسي حفظ. وده شكل البيتزا هنا. خلاص البيتزا قربت تستوي وكل المكونات بدأت تستوي. بنبتدي نفرد عليها الجبنة، لان لو حطينا الجبنة مع الحشو على طول في الفرن، الجبنة بتنشف قوي في الفرن. فبعد كده هنا شكلها بعد ما استوت البيتزا بتكون بالشكل ده كده. بعد كده بنقطعها وبنحط عليها الكاتشب كده. خلصنا وصفتنا وبتتقدم بألف هنا. باقي الفيديوهات الموجودة على قناتي في اليوتيوب كلها وصفات سهلة وبسيطة ولذيذة وغير مكلفة، ممكن تستفيدي منها في عمل أكلات جديدة في مطبخك. وانتظروني في الفيديو القادم بإذن الله.